مستحقة، ولكن أتحدى أي مدريدي وأتحدى أكثر المتفائلين لو كانوا بيتوقعوا إنه الريال يسجل ثلاثية في شباك السيتي في ظل الغيابات الموجودة في الريال. للأمانة ريال مدريد فاجأنا بأداء رائع جدا على مدار الشوطين. الشوط الأول كان هو الأفضل، كان هو شوط الحسم من جانب الملكي. الفريق لعب على المرتدات ولعب بواقعية جدا، واستغلوا الفراغات الموجودة في وسط السيتي اللي كان عبارة عن شوارع، لدرجة إني سألت نفسي سؤال في لحظة من اللحظات: هل هذا الفريق فعلا يدربه جوارديولا؟ فريق سيء دفاعيا، وسط الملعب منتهي، واعتقد انه ثنائية رودري وسيلفا في وسط الملعب دي ثنائية عافى عنها الزمن. هجوميا الفريق مفتقد للحلول رغم وجود كل النجوم، وانا ما عارف صراحة اللي قاعد يحصل لجوارديولا شنو بالضبط لما يلعب ضد الريال. مدرب درجة تانية قدر يتفوق عليه وقدم ماتش محترم جدا، والريال كان حيكون ضمن التأهل تقريبا بشكل رسمي لو كان فيني سجل ضربة الجزاء، ولكن من غير تسجيل ضربة الجزاء 3-0 اعتقد انه دي نتيجة كبيرة جدا، والسيتي حيعاني في مباراة الاياب. وباريس سجل خماسية في شباك تشيلسي. يا جماعة من امس تقريبا يعني كل المباريات نتائج كبيرة جدا، ومعظم الاندية قدرت تحسم التأهل من ماتش الذهاب. يا جماعة في حاجة اسمها ماتش اياب، خلوا فيها شوية اثارة. افتكر انه تأهل محسوم بشكل كبير جدا لبطل اوروبا. النتيجة مع بداية الشوط الثاني كانت تعادل 2-2، وقلت امشي اشوف مباراة الريال والسيتي، وفجأة القاها خماسية. فيتين استغل خطأ حارس المرمى وسجل هدف التقدم الثالث، وكافارا حسم المباراة بتسجيله لهدفين. وبودو جليمت مصر انه يفاجئنا في كل جولة بعد الاطاحة بالسيتي والاتلتيكو واقصاء الانتر. اليوم اتى الدور على سبورتنج لشبونة اللي خسر بثلاثية مستحقة. اداء كبير جدا ومشوار تاريخي لهذا الفريق المغمور ليؤكد بانه الحصان الاسود دون اي منازع، واعتقد ان الفريق ده بشكل كبير جدا حنشوفه في دوري الثمانية. ارسنال انتزع تعادل في وقت قاتل جدا من ضربة جزاء بعد ما كان الفريق متاخر بالنتيجة 1-0. مباراة كانت بتنعس صراحة، مملة من الفريقين، والكرة كانت محصورة في وسط الملعب في معظم اوقات المباراة. والطريف انه الصحافة الالمانية صممت صورة مكتوب عليها غير مسموح بالركنيات اللي قاعد يعتمد عليها ارسنال بشكل اساسي. وفعلا في الشوط الاول ارسنال وفي 45 دقيقة لم يتحصل الفريق على اي ركنية للمرة الاولى هذا الموسم في دور الابطال. والغريبة انه في اول دقيقة ليفركوزن يتحصل على ركنية في الشوط الثاني، وقدر الفريق الالماني يسجل هدف التقدم، ولكن ارسنال عدل النتيجة في توقيت قاتل جدا بهدف هافرتز. وتبقى الاحتمالات طبعا مفتوحة في مباراة الاياب، ولكن اعتقد انه ارسنال بشكل كبير جدا هو الاقرب للتأهل.